امبارح لما حضرتك تبقى مطلق ومطلق مراتك ما بقالهاش اسبوع يا راجل، يا راجل ما بقالهاش اسبوع، وتطلع على الهوا تقول الحب وانا عايزه حب وبحب واكيد ليه قسوتي فكرة ان انت تطلع تهينها كأنثى مجروحة في انك تعلن للملايين انك بتحب. وبعدين انت ناسي يا استاذ عمرو ان هي كانت صاحبة مراتك. في عندنا مثل بيقول يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. والله دي حقيقة بعد العشرة دي كلها يا عمرو يا أديب، وقفة لميس في ظهرك يدا بيد وظهرا بظهر، في الآخر تعرف صديقتها وتتجوزها وتطلق أم ولادك بعد العمر ده كله. بجد ما عادش فيه أمان خلاص. احنا كده بقينا في زمن البطاطس. هقول لكم ايه يعني، بجد انا ما توقعتش يعني الموقف ده خالص انه ممكن يتوقع من حد، من واحده من الشعب، من عامه الشعب الغلابه اللي زينا. لكن انت كمذيع كبير في قناه والبرنامج بتاعك حكايه، الحكايه اللي بتحكي فيها حكاوي وبلاوي، انت تقع وتسند مراتك وتقف جنبها، ولا تعرف صديقتها وتحبها وتطلق مراتك ام ولادك عشان تتجوزها؟ احنا بنعمل كده ليه؟ في ايه بجد؟ في ايه؟ انا بقيت مستغربة في الحياة. ربنا يستر، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. بدل ما اقول كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي وتنعاد عليكم الايام بخير وعام سعيد على الجميع، بس بصراحة بيجي عام على بعض الناس بالحزن والألم، وده ما ينفعش، بجد ما ينفعش. ليه كده يا عمرو؟ ما اناش عارفة. طب لميس عملت فيك ايه؟ ده حتى بقت بتتصبى وحلوت وبقت حاجة تانية. جاي بعد ما تبقى بالشكل ده وبالجمال ده وبالحلاوة دي، وعندك عريس وعروسة ولادكم بسم الله ما شاء الله، يعني يشرحوا القلب ويفرحوا، تروح تبص على صديقتها وتطلقها عشان تتجوز صديقتها. احنا بقينا في زمن العولمة. ايه بالظبط؟ احنا فين بقينا؟ فين احنا بقينا؟ فين يا ناس؟ ربنا يستر، ربنا يستر وتعدي الايام على خير. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، عام جديد يا رب يكون سعيد على الجميع وما يدخلش اي بيت قهر ولا زعل زي اللي دخل عندنا ناس.